السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي على اسمها البسيط. اليوم ان شاء الله هنشارك معكم هاد لي ميني بيتزا بالطون بواحد العجينه اللي هشيشه، كتجي لذيذه هشيشه وخفيفه. بقاو معايا في هاد لا فيديو باش تشوفوا طريقه التحضير. عندي هنايا نص كيلو ديال الفرينه وكاس ديال الفينو، كنزيد عليهم معلقه صغيره ديال الخميره وغنزيد الملح، غنزيد الثوم بودره، غنزيد واحد الحبه ديال البيض، وغنزيد هكذا شويه ديال الزعتر، وغنزيد معلقه صغيره ديال الخل. غنزيد نص كاس ديال زيت الزيتون وكاس ديال الحليب دافي. كنجمع هكذا العجين وغادي نزيد تقريبا نص كاس ديال الماء دافي، كنبقاو نزيدوه شويه بشويه. حتى كنتحصلوا على واحد العجينه اللي شاده راسها كما غادي تشوفوا. غناخذ هكذا زيت الزيتون غادي ندهنها على وجه ديال العجينه كامل، وغناخذ واحد البلاستيكه غندير فيها العجين ونسد عليها مزيان وكنخليها واحد الساعه. هذه هي الطريقه المعتمده عندي. غندوز باش نصاوب معكم لاصوص. درت هنايا صلصه الطماطم الجاهزه وغنزيد عليها زيت الزيتون وغنزيد عليها العطريه. عندي هنايا الملح والخرقوم سكنجبير وتحميره وشويه ديال الابزار. كنزيد عليها شويه ديال الزعتر ومن بعد نديرها على البوطه حتى كتغلى، وكنزيد عليها حبه مطيشه محكوكه وتنخليها واحد 5 دقائق عاد غنطفي عليها. بالنسبه للعجين غادي تشوفوا من بعد ما دازت ساعه، مهم حتى تخليوه ساعه، ساعه ونص، ساعتين، راه شحال ما بقى تيولي عجين اللي زوين هكذا مدلوك مزيان. صافي انا غادي نخدم بها هنايا، غادي نقسمها على زوج ونرش هكذا شويه ديال الفينو اولا السميده اللي بغيتو، وبه غادي هكذا نبسطها بالمدلك. هنايا كيبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروهم بيتزا اللي كبيره هكا بحجم عائلي غادي ديروها. انا غادي ندير اليوم ميني بيتزا بالطون، والحشو كيبقى حتى هو اختياري، بغيتو ديروها بالكفته، المهم اللي كان عندكم متوفر غادي ديروه.
نتوما تتحكموا هنايا واش بغيتو ترقوها بزاف اولا شويه. المهم انا ما بين وبين، ما كنرققهاش كاع بزاف وما كنخليهاش غليظه في نفس الوقت. هنايا غادي نجيب هاد القطاعه هادي وغادي نقطع الدوائر. غير هو قبل ما تنقطعو تنخليو العجينه شي شويه، واحد 2 دقائق عاد تنقطعو باش هكذا الشكل ديالهم ما كيوليش صغار. ضروري من هاد المرحله. وتنحطهم هكذا في الصينيه اللي غتدخل الفران. جمعت داك العجين اللي بقى لي خليته جانبا وندوز للنص الاخر اللي كان باقي لي، غادي نخدم به ومن بعد نجمع كاع داكشي اللي كان باقي ونزيدو حتى هو بطبيعه الحال هكذا نزيدوه في صينيه اخرى. هذا الصني الاول غادي دابا نجيب واحد الشوكه ونثقبو كاع العجين باش ما يتنفخش لينا في الفران. الا كنتو باغيين تحتفظوا بها بحال هكذا في الكونجيلاتور غادي تدخلوها الفران غير واحد 5 دقائق غير تشمع، ومن بعد تجمعوهم في شي بلاستيكه وديروهم في الكونجيلاتور. وقت ما بغيتو تعمروهم كتعمروهم وتكملوا لهم الطياب. غادي ندير دابا صلصه الطماطم. شوفوا معايا كيف كتجي، صراحه كتجي بنينه وفي الساعه تتوجد. وفي هاد الأثناء أنا شعلت الفران ديالي كيسخن مزيان، راني دايرته على 250 شاعلة عليه من الفوق ومن التحت. فاش غندخلهم غنقص شي شويه نخليهم 225 وكنبقى شاعلة من الفوق ومن التحت. كنديرهم في داك الدرج الأول من التحت وتنخليها طيب 10 دقائق فقط، ما نكثرولهاش الطياب. هذا هو السر ديال البيتزا باش تبقى معكم هشيشه. من بعد لاصوص درت هنا الموتزاريلا ومن بعد غادي نزيد طون ديال الزيت اللي صفيته مزيان. من بعد تندير الزيتون وهكذا شويه ديال الفلفل. كنزيدو الفرماج الاحمر هكا حكيتو من الفوق. ونزيدو واحد الرشيشه ديال الزعتر. من بعد ما طابو تيجيو على هاد الشكل. صراحه بيتزا اللي خفيفه ولذيذه بزاف. نتمنى طريقتي تكون نالت الاعجاب نتاعكم وتجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير ان شاء الله. ونتلاقاو في وصفه جديده فيديو جديد. خليتكم على خير. بسلامه عليكم.